ملاعب البوندسليغا، فريق باير ليفركوزن اللي حقق لقب الدوري الألماني الموسم ما قبل الماضي، إضافة للبوكال كأس ألمانيا، بإنجاز تاريخي يحسب لمدربه الأسطوري تشابي ألونسو. هالفريق طبعا الموسم الماضي حقق الوصافة خلف بايرن ميونخ، ومن بعدها هالموسم استغنى عن معظم لاعبينه ونواته الأساسيين، بداية من المدرب تشابي ألونسو اللي رحل إلى ريال مدريد، المدافع فريمبونج والنجم فلوريان فيرتس اللي انتقلوا لليفربول، جوناثان تاه اللي انتقل لفريق بايرن ميونخ، جرانديت تشاكا اللي أصبح قائد فريق ساندرلاند، وأمين عدلي اللي انتقل إلى فريق بورموث. الفريق هالموسم تعاقد مع المدرب تين هاج، إنما المدرب راح يكون بورطة حقيقية لأنه معظم اللاعبين الأساسيين رحلوا وبده يرجع ويحاول يبني فريق عن جديد. طبعا المدرب الهولندي عنده خبرة، إنما في صعوبة بالبوندسليغا طبعا، وحنشوف شو حيقدر يعمل إريك تين هاج بالبوندسليغا.